افتكر كده، أول يوم ليك في شغل جديد، أول مرة قررت تروح الجيم، أول خطوة أخدتها عشان تغير حياتك. فاكر الحماس ده؟ فاكر الإحساس اللي كان جواك وكأنك قادر تعمل أي حاجة؟ طيب، راح فين الشغف ده كله؟ ليه الحاجة اللي كانت بتحمسك بقت تقيلة؟ ليه بقيت تأجل؟ وليه حتى الحاجات اللي بتحبها ما بقتش قادرة تحركك؟ الحقيقة أنت مش دايماً كسلان، أنت بس مرهق من الداخل. وأوقات كتير فقدان الشغف مش مشكلة محتاجة ضغط أكتر، هو رسالة محتاجة فهم. وفي الحلقة دي مش هقولك قوم اشتغل، أنا جاية أقولك ليه أصلاً مش قادر تقوم. أهلاً بيك في مساحتك الهادية، أنا إيمان، والنهاردة هنتكلم عن إحساس بيمر بيه ناس كتير جداً، لكن قليل اللي بيفهموا صح. خلونا نفك الشفرة سوا. فقدان الشغف ليه بيحصل؟ وليه ساعات بنكون عايزين نتحرك لكن مش قادرين؟ والأهم، إزاي نرجع لنفسنا تاني؟ أول حاجة لازم نتفق عليها، لو أنت فاقد الشغف دلوقتي، ده مش معناه إنك شخص فاشل، ومش معناه إنك ضعيف، وأحياناً مش بيكون كسل أصلاً. الكسل هو إنك تكون قادر تعمل الحاجة ومش عايز، لكن فقدان الشغف هو إنك تكون عايز، عارف إن عندك مسؤوليات، عارف إن المفروض تتحرك، لكن جواك مقاومة تقيلة جداً، كأنك واقف قدام باب وعارف إنك لازم تفتحه، لكن مش قادر تمد إيدك. وده فرق كبير، لأن لما بنفهم إحساسنا غلط بنختار له الحل الغلط، فنضغط على نفسنا أكتر ونجلد ذاتنا أكتر، فننطفي أكتر. أنت مش فاقد شغف، أنت مستنزف. فضلت فترة طويلة بتدي وتستحمل وتقاوم وتكمل من غير راحة حقيقية، لحد ما جهازك الداخلي قرر يعمل شت داون. وده حصل معايا فعلا في فترة من حياتي، كنت بضغط على نفسي جدا عشان أخلص شغل ومسؤوليات، وفجأة لقيت نفسي مش قادرة حتى أفتح اللابتوب. كنت بقعد قدامه وأحس بتقل غريب جدا، لدرجة إني بقيت أشك في نفسي وأقول هو أنا بقيت فاشلة؟ لكن الحقيقة إني كنت مرهقة لدرجة إن عقلي قرر يفصل. عارف لما الموبايل يهنج فجأة ما يبقاش فيه حل غير ريستارت؟ أحياناً عقلنا بيعمل كده بالظبط، مش ضعف، دي محاولة حماية. في مرات كتير إحنا مش بنأجل عشان مش مهتمين، إحنا بنأجل لأننا خايفين نفشل، خايفين نجرب وما ننجحش، خايفين نبذل مجهود كبير وفي الآخر نكتشف إننا مش كفاية. فالعقل بيختار حل شكله مريح، التجميد، لا تقدم ولا مواجهة، مجرد تأجيل مستمر بيحمينا مؤقتا من الخوف. السوشيال ميديا خلتنا شايفين نجاح الناس طول الوقت، حد سبق، حد وصل، حد حقق اللي نفسك فيه، ومع الوقت بيتسلل الإحساس مؤذي جدا، أنا متأخر. وبننسى إننا بنقارن أيامنا العادية بلحظات مختارة من حياة غيرنا. أنت شايف الصورة النهائية، لكن مش شايف التعب اللي وراها، مش شايف الفشل ولا القلق ولا اللي اتكسر جواهم قبل ما يوصلوا. والمقارنة دي بتسحب الطاقة بهدوء. فقدان المعنى، وده يمكن أخطر سبب، إنك تنسى أنت بدأت ليه. لما الحاجة تتحول لمجرد واجب بتفقد روحها. الشغف عمره ما كان متعلق بالفعل نفسه، هو متعلق بالمعنى اللي وراه، الإحساس اللي كنت بتدور عليه، حرية، أمان، راحة، إثبات ذات. ولما المعنى يضيع الطاقة بتختفي معاه. افهم نفسك قبل ما تضغط عليها، مش كل مرة تحس فيها إنك مطفي تحتاج تزق نفسك. أحياناً اللي محتاجه فعلاً إنك تفهم نفسك. اسأل نفسك بصدق، أنا مرهق؟
خايف، تايه، ولا فقدت المعنى؟ لأن أول خطوة للحل إنك تفهم إيه اللي وجعك أصلاً. ما تستناش الشغف يرجع عشان تبدأ، ابدأ عشان الشغف يرجع. وجرب قاعدة ال5 دقايق. قول لنفسك هعمل الحاجة دي 5 دقايق بس، مش أكتر. اقرأ صفحة، اكتب سطر، امشي 10 دقايق. لأن أصعب جزء دايما هو البداية، ولما تكسر حاجز البداية المقاومة بتضعف. افتكر انت بدأت ليه؟ مش الهدف اللي كتبته، السبب اللي وراه. كنت بتدور على ايه؟ حرية، أمان، حياة أهدى، إثبات ذات. لما تفتكر السبب الطريق بيبان أوضح. خفف الضوضاء، مش كل صوت يستحق يدخل عقلك. قلل المقارنة، قلل التشتت، وابعد شوية عن كل حاجة بتخليك حاسس إنك لازم تبقى نسخة من حد تاني. الشغف بيحتاج مساحة هادية عشان يرجع يتنفس. لو حاسس إنك مطفي، ده مش معناه إنك انتهيت. ممكن يكون مجرد جزء جواك محتاج راحة، محتاج فهم، محتاج فرصة يبدأ من جديد. ما تستعجلش نفسك. الشغف مش زرار بيتفتح، هو نار صغيرة بترجع تدريجياً مع كل خطوة صادقة بتاخدها ناحية نفسك. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن الحاجات اللي بتستنزف طاقتنا من غير ما ناخد بالنا، وإزاي نرجع نبني نفسنا واحدة واحدة. قولي في التعليقات إيه أكتر سبب حسيته إنه بيوصفك؟ الإرهاق، الخوف، المقارنة، ولا فقدان المعنى؟ افتكر دايماً الفهم هو أول طريق للراحة. كنت معاكم إيمان، أشوفكم في حكاية جديدة.